ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. في هذا اليوم الفريد الجميل المتميز سنتحدث عن حادثة عظيمة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في بيت النبوة، ونقارن بينها وبين شعبنا الإريتري، وهل مثل هذه الحادثة ممكن تتكرر في شعبنا، وكيف ممكن أن نعالجها بعد أن نستفيد من خلال هذه القصة المباركة، وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث العظيم في حياته عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا أيضا موجود في إريتريا وفي بلادنا وفي بيوت المسلمين، وكثير من المسلمين لا يعالجون هذه القضايا كما عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا وإما حقيقة تجاوزا. في هذه الحلقة نستضيف حقيقة شيخا عزيزا وأخا فاضلا من مشايخنا وأساتذتنا، وممن تعلموا على مشايخ أفاضل وعلماء كبار من حفظة كتاب الله عز وجل المتقنين، الذين حقيقة يعني نحبهم في الله حبا عظيما، ونسأل الله تبارك وتعالى ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ونسأله جل وعلا أن يثبتهم على هذا الخير، من الدعاة إلى الله عز وجل ومن المهتمين، وممن هيأ الله عز وجل لهم أيادي بيضاء في الوقوف مع كثير من الناس. إنه فضيلة الشيخ بيان عبد الواسع طاهر. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. حياك الله يا أخي برهان، وأهلا وسهلا بك، وأنا سعيد الحقيقة بهذا اللقاء المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يكون لقاء خفيفا ولطيفا وعامرا بالفوائد. وأحيي كذلك وأحيي الإخوة المشاهدين عبر هذه القناة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يتواصون بالحق ويصبرون عليه. مشاهدينا الكرام، الشيخ بيان عبد الواسع طاهر من إريتريا، ومن يعني أعماق إريتريا، ووالده كان من الصالحين نعرفه، وكل الآباء وكبار السن يعرفون العم عبد الواسع طاهر رحمه الله رحمة واسعة. كان من أهل الفضل والإحسان، هو أسرة طيبة، كل أبناء الشيخ عبد الواسع رحمه الله من حفظة كتاب الله عز وجل وأوعية لهذا الدين، أنعم وأكرم. والدتهم أيضا كانت والدة صالحة حقيقة، ربت الله رحمة الله عليها، وغفر الله لها ولجميع المسلمين. الحقيقة شرف عظيم لقناة سلام أن تستضيف بفضيلة الشيخ بيان، ونسأل الله تعالى أن نستضيف أيضا بجميع أبناء العم عبد الواسع رحمة الله عليه. هذا الحدث العظيم حقيقة نتحدث عنه من خلال قصة الإفك. هذه القصة العظيمة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدثت ضجة كبيرة في المدينة المنورة، وتأسف لها هذا النبي الكريم الطاهر عليه الصلاة والسلام،
وانقطع الوحي شهرا كاملا، واضطرب المسلمون واضطرب المؤمنون، ونجم النفاق، وأصبح المنافقون يعني يفرحون بالاعتراض أو بالانتقاص من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه القصة التي أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة، هي سورة النور، وفيها براءة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جدير بنا أن ندرسها وأن نتعلمها وأن نتذاكر يعني عن دروسها وعن فوائدها مرارا وتكرارا، حتى يعني نكون على الجادة، وحتى نكون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك سنكون معكم زهاء 50 دقيقة حول هذه القضية إن شاء الله تعالى، نخرج منها بفوائد كبيرة. أجدد ترحيبا بكم الشيخ بيان. باختصار قصة الإفك باختصار، نعم. حتى ندخل في فوائدها، نعم. لأن فوائدها هي التي حقيقة تهمنا كثيرا. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أولا نحمد الله جل وعلا وهو أهل الحمد والثناء، نحمده سبحانه وتعالى على أن أظهر الجميل وستر القبيح. فالحمد لله أن الله جل وعلا يعني بحكمته أو من أسمائه سبحانه أنه حي ستير، فستر على عباده وأظهر لهم ولغيره من الناس أجمل وأفضل، وهذا لا شك أنه من فضل الله جل وعلا علينا. فالمقدمة اللي ذكرتها يا شيخ برهان هي من آثار اسم الله جل وعلا الستير. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن ونحفظ القرآن، الحمد لله الذي أنبتنا من والدين طيبين ولله الحمد المنة، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمهما كما ربونا صغارا، ونسأل الله جل وعلا أن يرحم أموات المسلمين ويرحم والدينا ووالد جميع المسلمين. آمين آمين. حادثة الإفك. طيب هذه الحادثة نريد أن نتكلم فيها أولا عن تاريخها، متى كانت بالضبط، ثم نتكلم عن أحداثها كما ذكرت باختصار، ثم نتكلم بعد ذلك عن الدروس والفوائد من هذه الحادثة. طبعا حادثة الإفك ونربطها أيضا بواقعنا الإريتري. نعم. نحن في قضايا إريترية. نعم. ما الرابط بين هذه القصة وبين شعبنا الإريتري؟ أحسنت. هذه الحادثة طبعا وقعت بعد غزوة الأحزاب وقبل عمرة الحديبية. الآن الغزوات الكبرى المعروفة بدر وأحد، ثم بعد ذلك الأحزاب، بعدها جاءت حادثة الإفك، وبالتحديد بعد غزوة بني قريظة. هذه الوقعة هذه صارت بالتحديد بعد غزوة بني المصطلق. أحسنت. أو المريسيع يسمونها. نعم. طيب طبعا غزوة بني المصطلق يعني غزوة عادية، وما في هذه الأحداث الكبيرة كغزوة، لم تكن كغزوة بدر ولم تكن كغزوة الأحزاب. المترتب والنتائج على هذه الغزوة كانت أمور وأحداث كبيرة، لأن غزوة بني المصطلق هي كانت فقط قبيلة من القبائل من خزاعة كانت تريد أن تغزو وتقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة لكي يتأكد من صحة هذا الخبر، فتبين له أن هذه القبيلة فعلا تريد أن تغزو وتقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بجيش، فلما جاء الجيش ووصل إلى مكان اسمه المريسيع، المكان هذا بئر في ذلك يعني وصل في ذلك المكان، ثم حصل اقتتال ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين هذه القبيلة، وبعد ذلك انتهت هذه القبيلة وهذه الغزوة اليسيرة. ثم بعدها آثار هذه الغزوة وآثار هذا الحدث، فآثار هذا الحدث حدث أمرين عظيمين. أولهما ذكره الله جل وعلا في سورة المنافقون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه كلمة قالها عبد الله بن أبي بن سلول،
قالها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأحد الصحابة لما سمعها بلغها للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آيات تتلى. الحدث الثاني وهو الحدث الكبير، وهو الحدث اللي حدث هز المدينة كلها وهز كيان النبي عليه الصلاة والسلام، حادثة الإفك. حادثة الإفك باختصار خلنا نقول بطل هذه الحادثة أو اللي حصل له بالضبط هي عائشة رضي الله عنها، وما كانت في الحقيقة يعني مهيئة له، إنما كانت وقعت فجأة هكذا. رأوا المنافقون ظروف معينة في الحادثة نفسها، استغلوا هذه الظروف في أن يتكلموا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، واللي تولى هالأمر هذا عبد الله بن أبي، لأنه أصلا كان محقون ومحقود وكاره النبي، فيبحث أي موقف من المواقف التي يتكلم فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد هذا الموقف. جميل، لو ندخل في القصة مباشرة. نعم، لأن نحن فوائد القصة عندنا أهم من القصة في حد ذاتها. أحسنت. فعائشة رضي الله عنها بعد ما رجعوا من هذه الغزوة بني المصطلق، وهم راجعين أثناء رجوعهم باتوا مكان في ليل، ثم بعدها في اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجيش بأن يتحرك. عائشة رضي الله عنها من عادة النساء أنهم إذا كانوا في سفر يكونوا في هودج، اللي هي زي القبة كذا يدخلون فيها ويجعلونها على ظهر البعير. فعائشة رضي الله عنها كانت هذا مكانها، وكان السائق الهودج يمشي معها، وإذا نزلوا بات في مكان ينزلون الهودج، وإذا جاءوا يرتحلون يأخذون هذا الهودج فيجعلونه على ظهر البعير. الآن جاء وقت الارتحال والذهاب، فعائشة كانت تقضي حاجتها وكان عندها حاجة معينة، فلما رجعت إلى الهودج لأن الآن أذن بالرحيل انسل عقد لها، كان لها عقد هنا انسل، يعني وقع بخفية في المكان اللي كانت فيه، فرجعت تبحث عنه. شوف الأمانة، رجعت الآن تبحث وهل عنه. هذا العقد لها أم هي يعني استأجرته أو أنها استعارته من جارتها؟ ما استحضر في الحقيقة طيب. الأمر هذا، لكنه كان هذا عقد لها. ثم رجعت رضي الله عنها وذهبت، فلما ذهبت تبحث عن عقدها وجدته عقده. في هذه الأثناء وهم هناك وهي هناك، الرجال شالوا الهودج أخذوه، ولما شالوه كان طبعا مجموعة، ووضعوا الهودج على ظهر البعير. طبعا هنا ما استنكروا خفة عائشة. النساء في ذلك الوقت لم تكن يحملن اللحم، ما كانت سمينة، كان الأكل علق، يعني على قد العلقة الصغيرة يعني، وكان أكلهم خفيف. فلما هي يعني كانوا بهذه الطريقة ما استنكروا أن لا يوجد أحد فيها، فأخذوه فجعلوه على ظهر البعير. ذهبوا وانصرفوا. لما ذهبوا جاءت عائشة، فلما رأت المكان ما وجدت ولا مخلوق، تنادي يعني ما في أحد، فأخذت جلبابها ولفت نفسها هكذا وقعدت تنتظر، لأنها تقول إذا فقدوني سيأتون إلي. وهذه حكمة، لا تتهور تروح تذهب يمين ويسار. هم ذهبوا والجيش راح. في آخر الصفوف كان في صفوان بن معطل، صحابي يتفقد الأشياء التي تأتي في آخر. كانت هذه مهمته. كانت هذه مهمته، وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رأى عائشة رضي الله عنها، وكان قد رآها قبل نزول الحجاب. الآن المعاملة بين الرجل والمرأة بحدود، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه العبارة لما كانت عائشة في غفوة قال استيقظت من رجوعي، من استرجاعي، فقالت ضعينة رسول الله. الضعينة المرأة اللي تكون في السفر واللي تكون في الهودج. فقال ما الذي أخلفك عن الجيش؟ هو يخاطبها وهي لحرصها ألا تتخاطب مع الرجل وتكون بعيدة عنه، ما تكلمت بكلمة، وهي أطهر نساء وهو صحابي، والصحابة جليل من نعم. أهل بدر. فما الذي فعل باختصار؟ قال جاء الناقة، أتى بالناقة التي كانت معه،
فأناخها، نزلها حتى تركب عائشة على هذه الناقة، ثم تأخر، يعني حتى الناقة يعني ما كان قريب منها، مع أن المكان والزمان يستدعي أن يكون تعالي أساعدك وتعالي، ما في هنا ابعد عن الشبهة. فهنا أنزل الناقة ثم صعد، تأخر قليلا، لما عرف أنها صعدت أخذ البعير واتجه إلى المدينة، لأنهم راجعين المدينة. لما رجعوا المدينة الجيش خلاص رجع وانتهى، وما افتقدوا عائشة إلى الآن، وهم في المدينة يظنون أنها موجودة في الهودج. فلما جاء يدخل المدينة هنا المفاجأة، هنا استغلال القلوب السيئة للحدث. هنا بدأت أحداث القصة تبدأ من هنا. رأى عبد الله بن أبي هذا المشهد، امرأة وكانت مع القافلة وجاءت بمفردها ومعها رجل. إذا المسألة فيها ما فيها. فخلينا نستغل هالموقف هذا بأن نتكلم أنه حدث بينهم شيء، ونتكلم في عرضها وفي عرضه. فعبد الله بن أبي بحكم أنه له مكانة اجتماعية بدأ يبث الأمر هذا، وبدأ يتكلم، له أصحاب يدعونه إلى الضلالة، والحقد والكراهية اللي كانت موجودة عنده سيجعله ينشر هذا الأمر وبقوة. فهنا نشر الأمر هذا وبدأ يتكلم بين الناس، انتشر، وذاك يتكلم، وذا عصيته في المدينة. العجيب هذا قبل المدينة. لما دخلت المدينة عائشة من آثار السفر كانت مريضة، وكانت تمرضها أمها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ترعاها. جلست عائشة مريضة فترة من الزمان، والمدينة كلها وصلها هذه الإشاعة، هي الوحيدة التي لم يصلها، لأنها كانت مريضة ولأن أهلها ما أخبروها. هي بس لاحظت شيء معين، نقطة معينة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان تلك الرعاية التي كان يرعاها وهي مريضة. كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها، كان من عادة أن يرعاها. فاستنكرت الأمر هذا، ما رأت منه ذلك اللطف الذي كانت تراه في مرضها. فهنا لما رأت الأمر هذا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف تيكم؟ الأمر انتشر والناس كلها تعرف، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، فكونه ما يلطف معها لا لأنه لا يريد اللطف، لكن هو متأثر نفسيا، كما أن عائشة رضي الله عنها متأثرة جسديا وفي آثار المرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام متأثر نفسيا، والمرض له آثاره. فمن آثاره عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل أمها وأبيها ثم بعد ذلك يدخل. عائشة لما رأت الأمر هذا استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تستمرض عند أمها. راحت خلاص، بروح عند أمي وسوف أجلس عند أمي. لكن كيف عرفت؟ ذهبت عند أمها. كيف عرفت؟ عرفت فجأة، كما أن الأمر هذا حدث فجأة، فعائشة حدثت لها فجأة. الدنيا مفاجآت، ويجب أن نهيئ أنفسنا للتعامل مع هذه المفاجآت. والإنسان دائما يسأل أن الله عز وجل زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. نعم. المهم بعدها كان عندهم في ضواحي المدينة من عادتهم، ما كان عندهم أماكن مراحيض لقضاء الحاجة، كانوا يذهبون لضواحي المدينة. هذه الثقافة اللي كانت موجودة عندهم. فكانت النساء خاصة تذهب بالليل. عائشة ذاهبة لقضاء حاجتها، وصادفت عائشة أنها وجدت أم مصطح. لما وجدتها أم مصطح كانت تمشي وكان معها كساؤها، فتعثرت اللي أم مصطح.
أم مصطح قالت كلمة عبرت عما في قلبها. إيه. ماذا قالت؟ تعيس مصطح. أعوذ بالله. قالت يعني ادعت له بالتعاسة. هو طبعا لما قالت هذا عائشة استنكرت كما أنت الآن استنكرت. قال تدعين على رجل من المهاجرين ومن أهل بدر. أهل بدر لهم خاصية في الإسلام ما بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال تدعين عليه؟ فقالت أو ما تعلمين؟ بدأ هنا الخبر. قالت وما ذاك؟ فأخبرتها بهذا الخبر اللي فاجأها ولم تكن تتوقع. في بعض الروايات أنها من قوة الصدمة لم تستطع أن تقضي حاجتها، وفي بعض الروايات قضت حاجتها ورجعت بسرعة ودخلت عند أبويها لأنها كانت هناك عند أهلها. لما دخلت سألتهم لماذا لم تخبروني؟ بس قبلها بكت بكاء حتى كاد أن يفت كبدها، يقطع كبدها، لأنها ما كانت تتوقع أن الأمر بالنسبة لها وصل إلى هذا الحد. فسألت أمها تبغى تخفف. وجميل دائما في مثل هالمواقف أن يكون عندنا أسلوب التخفيف ليس أسلوب النقاش، لأن الإنسان سنأتي على الفوائد. نعم مفجوع. المهم هنا أسرد لنا القصة طيب. حتى ندخل. المهم بعدين قالت لها أمها ما امرأة جميلة تعيش مع رجل يحبها إلا ولها ضرائر يتكلمن عليها. يعني هوني عليك يا عائشة، الأمر هذا موجود. فبعدها النبي عليه الصلاة والسلام لما انتشر هذا الأمر في موقف الحقيقة لو حنا نعايش ذا الموقف كنا نستعظمه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الخطبة وأمام الناس وبدأ يتكلم أمام الناس كونه الآن خليفة أو يعني خليفة الله في أرضه ونبي وقائد، كل الصفات موجودة. المدينة كلها تتكلم في عرض أهله. يعني هذه ستهز الدعوة، ستهز الرسالة، ستهز في شخصك. الأعداء قاعد يتربصون. قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلمة أمام الناس يبين. هل كانت هذه الخطبة قبل الاستشارة أو بعد الاستشارة؟ استشارة ماذا؟ استشارة علي بن أبي طالب واستشارة بريرة هذه كانت قبلها. الخطبة قبل. نعم. لما جاء خطب ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام معناه إن أناسا يؤذوني في أهلي وما علمت في أهلي إلا خيرا. اللهم صل. الثقة الآن هذه أنا ثقتي بأهلي مع حجم المأساة والسمعة والإشاعة ما علمت عنهم إلا خيرا. يا سلام. ترى هذه الثقة بين الزوجين تذيب كل المشاكل. فبعدها وما علمت من صفوان إلا خيرا. الاثنين. بعدها استشار اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وعلي. أسامة قال له ما علمنا من أهلك إلا كل خير. استشار انه يطلقها. علي بن أبي طالب قال كلمة شاف وضع النبي عليه الصلاة والسلام ومتألم ونفسيا والناس تتكلم، أراد أن يخفف عنه إلى أن يأتي الوحي. فقال له من باب التخفيف ليس من باب الكراهة وليس من باب أنه يريد أن يصف عائشة بصفة ليست هي يعني لا تستحقها. فقال طلقها، يعني ارتاح نفسيا الآن وطلقها إلى أن يقضي الأمر كان مفعولا، لأن الوحي يا أخي تأخر. ماذا يفعل النبي؟ يخطب من هنا، يشاور من هنا. ثم بعد ذلك لما شاور على علي سأل الخادمة التي كانت مولاة لعائشة اللي كانت في داخل الجو بريرة. قال علي اسأل عن بريرة. فقالت شوف المقدمة اللي قالتها، قالت والله ما علمت عنها إلا خيرا. الإنسان إذا جيت يعني تتكلم على أحد وتعلم فيه خير قدم المدح قبل الذم. فقالت هي امرأة عادية غير أننا كنا نعجن العجين وأطلب منها أنها تغطيها فتنام فتأتي الشاة
فتأكل من ذلك العجين وبس. هذه يعني السلبية اللي فيها، أما أكثر من هذا فلا شيء فيها. المهم توالت الأحداث. بعد ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة في بيت أمها واجهها. لا، باقي استشارة زينب بنت جحش. والله أنا قاعد أختصر بس هذه مهمة. في زينب وفي حمنة. زينب بنت جحش اللي هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وحمنة بنت جحش أختها بالذات زينب لأنها ضريرة أو يعني ضرة لعائشة. نعم. ماذا كان موقفها؟ موقفها أنها أثنت عليها خيرا وما علمت منها إلا خيرا، وقالت أحفظ سمعي وبصري. أحسنت. وقالت هذه الكلمة الله، فخرجت من الفتنة. الله. أختها غفر الله لها دخلت في هذه المحنة. الله. مع أن كما ذكرت هذا الموقف كان بإمكانها أن تستغل هذا الأمر لتبرز نفسها وتقلل من شأن عائشة وتحث النبي صلى الله عليه وسلم على طلاق عائشة، على طلاقها، وما فعلت أبدا. ولو تلاحظ حتى خديجة، حتى عائشة هي نفسها رضي الله عنها لم تذكر، يعني كانت تذكر أحاديث فضائل خديجة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني عليها كثيرا، وما منع هذا أنها تذكر الخير الذي عندها. إنصاف. طيب باقي معنا دقيقة وندخل في فاصل. طيب أكمل القصة. بعدها النبي عليه الصلاة والسلام صارحها، قال: يا عائشة، إن كنت فعلت هذا سوف يبرئك الله جل وعلا، وإن لم تكوني، إذا لم تكوني فعلت هذا الله عز وجل سيبرئك. إن فعلت هذا فاتقي الله وتوبي فإن الله يقبل توبة من تاب. هذه الكلمة بحد ذاتها أثرت فيها وبكت حتى تقول جف دمعي، ما عاد صار في دمع. الله. وبشر وتتألم. الله. فكانت هي يعني مؤملة أمل، دائما الآمال تخفف آلام الإنسان، أن ينزل يعني أن يأتي فيها براءته، بس لم تكن تتوقع أن تكون قرآن يتلى. فبعدها غشي عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الوحي يصاب بنوع من الوجه يتغير، يكون ثقيل، يكون في عطيط، حتى كانوا يغطونه بأبي وأمي. أي نعم. وحتى من كان يعني فخذه تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بثقل فخذ النبي لثقل الوحي. نعم. فعرفت عائشة أن في هذه اللحظة الآن ستظهر براءتها، فجاءت براءة آيات عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ففرحت. إذن سنقف هنا مشاهدينا الأكارم، فاصل سنعود إليكم، ولكن نتقدم بالشكر الجزيل على إخواننا وأخواتنا المتابعين للبرنامج، وأخص بالذكر الشيخ أحمد سعيد بن حسين جزاه الله خيرا، وكذلك الأخت جوهرة محمد، وغيرهم من المتابعين لنا الذين راسلونا على الواتس أو على الفيسبوك. نتقدم إليهم بالشكر الجزيل. بارك الله فيكم. تابعونا فاصل ثم نعود إليكم. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم مانجوس. بانتظاركم يا حلوين.
صح انت وانا. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. عدنا واستمتعنا بسرد قصة الإفك التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ بيان عبد الواسع جزاه الله خيرا. الآن بعد الفاصل سندخل إن شاء الله في الفوائد المستفادة من هذه القصة، وكيف نحن كشعب إريتري خاصة وجميع المسلمين عامة كيف ممكن أن نستفيد من مثل هذا الحدث العظيم قدره الله عز وجل، لأنه واقع ربما يتكرر مرات وكرات، وابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام وعالجه صلى الله عليه وسلم. ابتلي به قدرا وفجأة ولم يكن عنده خبر، فكان النبوة العظيمة التي تتلقى تعاليمها من الله عز وجل سارت في مثل هذا الحدث، فجدير بنا أن نتعلم. حقيقة هناك من إخواننا الإريتريين من يشك في زوجته أو من لا يطمئن، فإذا خرج يغلق الباب بالمفتاح. تخيلوا كأن بيتها سجن، فيقال له لماذا تغلق عليها الباب؟ يقول أنا والله ما أطمئن، عندها أكلها وشربها ولذلك أنا أغلق الباب عليها وأذهب. هكذا يتعامل. وإذا رآها تتحدث بالهاتف يأخذ به الشك بأنها تحدث رجالا أو تتحدث مع رجال أو مع أجانب، فيعيش في شك. والجانب الآخر أيضا لا يهتم متى خرجت ومتى دخلت ومع من تحدثت، لا يهتم. وإذا حدث شيء غريب لا تثور غيرته ولا يتخذ قرار مناسب. هذا موجود حقيقة إلا من رحم الله. لذلك في مرة من المرات أذكر أن رجل وجد أن امرأته تتحدث مع مجموعة من الشباب في الفيسبوك، فدخل عليها وكلمها ليش تتحدثين؟ قالت له أنا حرة وأنا كذا وأنا كذا، فغضب وقتلها أمام أبنائها في نفس الموقف.
4 أطفال، غضب وازدادت غيرته فقتلها، قتلها لمجرد أنها كانت تتحدث مع شباب وقالت أنا حرة وأنا أفعل ما أشاء وأنا طاهرة وأنا من هذا الكلام. هذه المواقف الحقيقة نحتاج نحن نتعلم كيف نعالج مثل هذه الأمور. لذلك قدر الله عز وجل لنا هذا الحدث العظيم المبكي المؤلم في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر العفيف. الشيخ بيان إن الله عز وجل برأ عائشة كما تفضلت، والله سبحانه وتعالى قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. لماذا المنافقون يعني انتهزوا هذه الفرصة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال مقولته عبد الله بن أبي بن سلول الخبيث، قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. وهل المنافقون يتكررون في كل زمان ومكان أو هذا فقط ابتلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثونا ماجورين. جزاك الله خير. أخي الحبيب، أنت ذكرت مقدمتين في مقدمة. أولا تعامل المنافقين في هذا الحدث، كذلك تعامل الأزواج مع زوجاتهم. خلينا نبدأ الآن بالمنافقين. أولا طبعا صورة النفاق، النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام لمصالحه، يعني هو إنسان صاحب مصالح، متى ما رأى الإسلام اعتز وارتفع وعلى فهنا يظهر الإسلام، ومتى ما خف وانهزم يبدأ يظهر النفاق. نسأل الله العافية والسلام. هذه الصورة موجودة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي يجب أن نتوقع أن هؤلاء المنافقون يعيشون فيما بيننا وسيظلون يعيشون معنا إلى قيام الساعة، وهذا من الابتلاء الذي ابتلانا الله عز وجل به بهذه الطائفة والصنف من الناس. ولكن الله عز وجل لخفاء هؤلاء، لأنه يظهر الإسلام وحقيقتهم غير واضحة، حتى أن النبي عمر بن الخطاب كان يقول اقتل فلانا، كان يعرف عبد الله بن أبي أنه كان منافق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا في ظاهر الأمر الناس أصحابه. طيب المنافقون معروفون شيخ بيان. طيب الآن هذا الموقف لماذا هم انتهزوا هذه الفرصة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه لما كانوا كذلك المنافقون إذا يكرهون الإسلام وحامل الإسلام وحامل الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء للمدينة، وكان عبد الله بن أبي كان بيتوج، يعني سيكون ملكا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته ونشر الخير للناس، فخلاص ذهب مكانته. بدأ الآن يظهر النفاق. هنا يريد بقدر الإمكان أن يسقط النبي عليه الصلاة والسلام واستغلال الفرص. طبعا بدأ بأحداث، لكن من أشد الأحداث التي كانت فعلها عبد الله بن أبي في غزوة أحد. تصور جيش كامل ويذهب لقتال المشركين، أثناء الطريق رجع ثلث الجيش، وهذه طبعا تفعل هزة كبيرة، يريد الهزيمة الجيش. ولكن الله عز وجل الإنسان إذا مع ربه لا يؤثر في هؤلاء المنافقون. طيب ما نفع هذا، وانتصر المسلمون في غزوة أحد، يعني وصار في أحداث ما أحداث إلى غير ذلك. بعدها كان يستغل المناسبات، فمن الأشياء اللي كان يستغلها كيف يستطيع أنه يهز مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعته. وأشد السمعات إذا كان سمعة في المال وفي العرض. إذا اتهم الإنسان في المال سقط، وإذا اتهم في عرضه سقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمين، ما في مجال أن يفتح من هذا الباب أمانته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. وعرضه كذلك نفس الشيء. لكن ما الذي يفعل؟ فراى عائشة رضي الله عنها وراى صفوان. هنا بدأ الآن عملية الإسقاط بالإشاعات. فلما بدأ عملية الإسقاط وأراد أن يسقط،
فهو يجول ويصول، يتكلم من وراء الحجاب، ثم إذا أحد تكلم معه يقول لا لم أتكلم ولم أخبر. إذا وجه نعم يتهرب. نعم، هذا المنافقون. نعم. هذه صورتهم. الله المستعان. هذه الصورة يا أخي، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أحسن. على كل حال لا نريد نحن أن نفصل في المنافقين، بس إن المنافقون معروفون شيخ بيان، لكن هم الآن طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أجل الطعن في رسالته. أحسنت. وجاء القرآن وبرأهم. نعم. ما حكم الآن من يطعن في عائشة؟ أحسنت. بس يجب أن يعلم الدعاة وطلبة العلم أن من أساليب المنافقين في كل زمان ومكان وعبر وسائل مختلفة الطعن في أعراضهم لإسقاط دعوتهم ورسالتهم، كما فعل بذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد براءة عائشة، لكن أيضا على الدعاة والمشايخ والعلماء أن يبتعدوا عن مواطن الشبه. أحسنت، هذه قضية مهمة. يأتيك الداعية ويكشف وجه امرأته أو يتهاون في لبس حجابها، ثم يقول لك هذا هي من حقها وهذا في المذاهب ومش عارف إيه، ثم بعد ذلك إذا وقعت في الطعن يقول لك أنا بريء. الآن صفية بنت حيي بنت أخطب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكف وخرج معها حتى يوصلها إلى بيتها، المشهد عادي جدا، فجاء اثنين من الصحابة رضي الله عنهم فخاف خاف أن يكون في نفوسهم شيء، فقال هذه صفية، فقال أفيك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. إذا كانت هذه النبي عليه الصلاة والسلام وصفية وأغلق الباب، ما بالك الآن بعض الناس وبعض الدعاة يفتح الباب على مصراعيه، يقابل من يقابل ويجلس من يجلس، وأحيانا تكون مرأة متبرجة. أنا ما أريد حقيقة نفوت لما جاءها صفوان بن المعطل وهي يعني ملتفة بجلبابها كما تفضلتم، قالت فلما رأيته خمرت وجهي. نعم. خمرت وجهي. أنا لا أريد أن نفوت هذه. هناك حدث يعني ولغط كبير حول تغطية المرأة وجهها، هل هو واجب أو غير واجب؟ انظر إلى طهارة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حدثنا عن هذا يا شيخ. والله هذا موضوع أنا معلش يعني في ثواني فقط. طيب خلينا علق على هذا. سأعلق. خلينا نقول مسألة مثلا خلافية ونمشي عليه، لكن وش ينبني على هذا؟ مسألة ما هي قضية مسألة خلافية. احنا لا نتحدث هل هو واجب أو لا، احنا نتحدث عن هذا الطهر الذي تسامى وارتفع. نعم. امرأة يعني بهذا الطهر والعفاف أول ما رأت أجنبي خمرت وجهها. نعم. شوف الآن التعامل، خمرت وجهها، طريقة التعامل. احنا ما نقول الآن لا هي فعلت الأفضل ولا لا بأس بكشف الوجه. أنا أتكلم عن مسائل الحكم الفقهي، أنا أتكلم عن طهارة هذه المرأة. نعم. ويجب على نساء وزوجات الدعاة والمشايخ والعلماء أن يسرن مثل هذا الشيء. أحسنت. الآن شوف انظر طريقة التعامل. صفوان لما رأى عائشة استرجع وما تكلم بكلام كثير. يا سلام. وقدر الحاجة. يا سلام. عائشة رضي الله عنها وطول الطريق. نعم. وطول الطريق مسافات طويلة جدا. المكان يستدعي أنه يتكلم سلامات والله تركوني، ما قالت هذا الأمر. نعم. وعائشة رضي الله عنها ما ردت عليه بشيء. هذا معناته إغلاق باب أن الإنسان لا يتوسع العلاقات مع النساء والحديث مع النساء. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه حصلت خلوة اضطرارية. جميل. طيب يا شيخ بيان، كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف؟ طيب الآن هذه عرفنا أن في كل زمان ومكان منافقون. نعم. ويجب على الداعية أن ينتبه. نعم. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف العظيم؟ عالج أولا، شوف انظر في حدث عائشة. أولا مراعاة المشاعر النفسية، دخل في عالم المشاعر أولا. كيف دخل؟ أولا لما النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو كان يقرع بين نسائه، ومن أتتها القرعة ذهبت، وعائشة رضي الله عنها أتتها القرعة، إنما يفعل هذا تطيب لخاطرهن. كان ممكن يقول تعالي أنت ستذهبين معي، وهو نبي وهو الرجل وهو كذا، لكن كان يقرأ بين النساء فتطيب نفوسهن. هذا مراعاة المشاعر. الأمر الثاني أن لما كانت عائشة أثناء مرضها رضي الله عنها
كان النبي عليه الصلاة والسلام دقيقة، مراعاة المشاعر. نعم. هل معناه أن من كان عنده زوجتان وثلاث أن يختار من شاء ويقول أنا أراعي مشاعرهن وإلا لا يجب علي أن أقرع بينهن؟ لا، لأن لا. الناس تفهم هكذا. لا. معناه ليس واجب علي أن أقرع بينهن، لكن يقصد الشيخ بيان أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء اختار منهن وإن شاء أقرع بينهن، ولكن عليه الصلاة والسلام يقرع بينهن لأنه يتنزل كأنه مؤمن من المؤمنين، وإلا يجب على كل مؤمن عنده 3 أو 4 من الزوجات أن يقرع بينهن في مثل هذه الرحلات. استمر الشيخ بيان. طيب، الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام مع قوة الإشاعة والأثر النفسي لم يطلق عائشة، لأن كان ممكن يطلقها، بالعكس في مرضها كان يمر عليها ويسأل أبويها عنها، عن عائشة رضي الله عنها. مع أنك لو تلاحظ الإنسان قائد، إنسان الآن خليفة للمسلمين، إنسان له شخصيته كشخص النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي ما أبغى وجع راسي يا أخي. انتشر الأمر هذا وذاع في المدينة إلى غير ذلك، كان أقل شيء يفعله الهجر والقطيعة حتى يريح نفسه وحتى تزول هذه الغمة إلى غير ذلك. مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنها، فعالجها بهذا الأمر المشاعري مع الأثر النفسي اللي كان موجود عنده. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام عالجها كما ذكرنا بثقة العلاقة والصلة التي كانت بينه وبين زوجته عائشة، وأخبر الناس وقال لهم ما علمت من أهلي إلا خيرا، في المنبر أمام الناس يقول هذا للصحابة والمنافقون وغير ذلك. الأمر يعني هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذه الإشاعة، ولكنه لم يحدث شيئا تجاه زوجته. نعم. اللهم إلا أنه يعني كان يعني يلاطفها في المرض، خفت هذه الملاطفة. نعم. لبشريته صلى الله عليه وسلم. أحسنت. في المقابل أن يعني مع الأسف كثير من الناس حينما يسمع أي خبر سيء في زوجته وفي أهله ربما تسارع فضرب، أو ربما ذهب فخاصم، أو ربما ذهب فناقش، ثم يصل الأمر إلى الطلاق. نعم. يعني هي ستدافع عن نفسها، أنا ما فعلت هذا وأنا طاهرة وأنا كذا، وهي يقول لها لو ما أنت فعلتي شيئا مريبا لم يتحدث الناس عنك، أكيد أنت السبب، أكيد أنت كذا. مواقف أنت اللي بدأت في كذا أصلا، أنا قايل لك لا تخرجي من البيت، أنا قايل لك لا تفعلين كذا، أنا قايل لك لا تتصلي، أنا قايل لك أنت الذي خالفتني، فيحصل. لكن شهر كامل انقطع الوحي. نعم. والنبي عليه السلام ضابط أعصابه. نعم. ما هذه النبوة؟ نعم. ما هذه الرسالة؟ أحسنت. ما شوف ترى شيء عظيم. شوف أنا والله لو أسمع كلمة واحدة نعم يهتز بدني، ما أصبر. نعم أبدا. نعم. وكل زوج غيور. مش إن نصبر شهر كامل. نعم. شوف النبي عليه، شوف هذه النبوة. ومع ذلك ما زال يلاطف. وما زال يلاطف. يقول كيف تيكم. نعم. أحسنت. في قضية أساس المشاكل الزوجية وأساس المشاكل عموما بين الناس إنما تنبني على أمرين. الأمر الأول تناقل الكلام، هذا ينقل وهذا سنأتي إليها، بس أنا أبغى موقف الزوج. شاف ريبة أو سمع كلاما عن أهله. نعم. من الأمور ما هو موقفه؟ أحسنت. من الأمور اللي عالج النبي عليه الصلاة والسلام التثبت وعدم التعجل في الحكم على عائشة رضي الله عنها، فأخذ يتثبت وأخذ يتأكد، لأن الذي يثبت النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد له الوحي، والوحي كما تذكر شهر كامل انقطع، تعيش أزمة نفسية. إذن أصبح الآن مثله مثل المؤمنين. نعم. وهذا يدلك على أنه نبي. نعم. وبشر. وينزل عليه وحي. نعم. وإذا انقطع الوحي عنه يتنزل ويصبح مثله مثل أي مسلم من المسلمين. نعم. أحسن. موقف الاستشارة يا شيخ بيان. نعم. استشارة. باقي معنا 5 دقائق. ما شاء الله. موقف الاستشارة. الاستشارة هذه من المواقف اللي يعني فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. استشار منهم أهل الاستشارة، أسامة وعلي، وثم بعد ذلك بريرة. هؤلاء لما يستشيرهم، انظر النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يتخذ القرار، لكن وتلاحظ أن الشخصيات التي استشارها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لها علاقة قوية مع عائشة. أي نعم. مثل بريرة. نعم. يتحبها وكذا، وأسامة، وبعضها في عداوة بينها وبين عائشة.
لا ليست عداوة، لا نسميها عداوة. قصدك زينب بنت زينب؟ لا مو بعداوة، في غيرة، بس ما في عداوة. الغيرة مثل العداوة يا شيخ بيان، ما نقعد يعني كانوا جروبان، جروب هنا وجروب هنا لا نخفي هذا الموضوع. ولذلك النبي عليه السلام استشار من يعرف وتكون له عاطفة طيبة، واستشار ممكن من هو عدو. يعني موقف زينب بنت جحش، وهي تعتبر هي التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. نعم. وحصل المشادة بينها وبين عائشة، هناك غيرة شديدة. نعم أحسنت. موقف زينب حقيقة يعني أتمنى أن تعلق عليه مرة أخرى. طيب أحسنت، ما شاء الله ماسك موقف زينب، وكلها حادثة الإفك مواقف زي ما ذكرت. أنا لا أضيف على ما ذكرت الأمر هذا، وفعلا تعتبر أنها الإنصاف في وقت الأزمات. أيوة، يعني أقصد أن المرأة يجب أن تكون تقية، نعم، وتخاف الله عز وجل ومنصفة. أي نعم، لأنه في مواقف يوم القيامة، وهذه المرأة قالت أحفظ سمعي ولساني خوفا من الله عز وجل، بس يا شيخ وكان عندها فرصة أن تطعن في عائشة. بس يا شيخ برهان، هذا حسب التربية. البنت إذا تربت على الأمر هذا، وعلى أن تكون فعلا زوجة وتحمي زوجها إلى غير ذلك، وتتأكد، يظهر هذا في الأزمات. لكن إذا ما تربت الأمر هذا مشكلة. الله عز وجل لأنها هي اختيار الله سبحانه وتعالى. نعم. في فائدة مهمة، اللي هي أن هذه موقف عائشة الطاهرة النزيهة اللي حصل الأمر هذا لكل امرأة طاهرة عفيفة تتعرض في عرضها. انظري كيف حصل لخير زوجات، المؤمنات المحصنات الغافلات. نعم. وهذا ترى حصل لمريم بنت عمران، حصل لها الموقف هذا. يا ليتني مت قبل هذا. فاصبري واحتسبي. وهذا يدلك على أن الإنسان متى ما تعلق بالله لا تتعلق بشر، الفرج من طيب، الله عز وجل. بقي معنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. تعليقكم؟ نعم، يعني طبعا الآيات اللي وردت فيها دروس، بالذات هذه الآية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. علق. أي نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طبعا مثل الآيات والأحاديث فيها من الدروس والعبر. هذه الآية مع آية أخرى أنا أضيف عليها، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ترى هذه المواقف اللي حصلت لعائشة رضي الله إنما هي تزكية وطهارة. فكل من يحصل له مثل هذا الابتلاء الله جل وعلا يريد أن يزكيك، يريد أن يطهرك. فإن حصل هذا فالدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، فبوابتها الصبر والتعلق بالله جل وعلا. هذه أهم. طيب شيخ بيان، كذلك احنا ما نبغى نفوت شيء. يعني بعض النساء نسأل الله العافية والسلامة ربما تقع في فاحشة الزنا. نعم. تقع وتدنس والعياذ بالله بيتها، وتكون ذات زوج وتدنس بيتها. هذا الحدث إن كان إجرام كبير والعياذ بالله إجرام عظيم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة يا عائشة إن العبد إذا أذنب فتاب تاب الله عليه. يا جماعة، عائشة زوجة رسول كريم، لو افترضنا أنه العياذ بالله وقعت في مثل هذا لكان الحل هو التوبة. نعم. عجبا. نعم. تدنيس فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الحل هو التوبة. نعم. فما بالك في ما هو أدنى منه. نعم. لذلك أيضا يجب علينا أن نزن الأمور بموازينها، وهنا دعوة لكل يعني مسلمة وقعت في مثل هذا أن تتوب بينها وبين الله، أليس كذلك؟ نعم. وكذلك يا شيخ الانتباه إلى وسائل قربان الزنا. هذه النتيجة دائما اللي ذكرتها، الوقوع في الفاحشة قبلها مقدمات، قبلها خلوة، قبلها النظر، قبلها التساهل والضحك وإلى غير ذلك. زين، فهذا الأمر يؤثر في القلب، ومع الوقت ولا أحد يقول أنا أليس التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحسنت. نريدها نحن هذه النقطة، لأن يعني نحن بشر. نعم. وهناك حقيقة من وقعنا في هذا. نعم. نسأل الله العافية والسلامة. فباب التوبة مفتوح. نعم. حتى لا تقعد تقع مرة ثانية وثالثة ورابعة. نعم. توبي إلى الله عز وجل، ليس كذلك شكرا؟ نعم. هذا لو كان الإنسان وقع أعظم من هذا الذنب وهو الشرك بالله جل وعلا،
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. الله عز وجل في نهاية الأمر ماذا قال لهم؟ أفلا يتوبون إلى الله ودعاهم للتوبة. فما بالك بمن هو دونها؟ باب التوبة مفتوح ويهدم ما قبله ويجب ما قبله. طيب الشيخ بيان، الله عز وجل يقول تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. نعم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خطر الإشاعات فعلا خطيرة، والإشاعات هي تناقل الكلام فيما بين الناس، وهذه فعلا خطيرة. لكن أولا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيما يقول وفيما يخبر، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. صار من السهل جدا أن الإنسان ينقل إشاعة، بس خلق مهم جدا لكل من يستمع لشخص يتكلم أو شخص يشيع الكلام. خلق مهم جدا التثبت في الأخبار، ولما تتثبت تذهب لصاحب الشأن نفسه وتتأكد. التثبت في الخبر يزيل عنك 50% من حجم الكلام اللي سمعته. ففي تناقل الكلام وفي تثبت الكلام. تناقل الكلام هذا ليس من خلق المؤمن. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ليس من خلق المؤمن. ما تزوج فلان عن فلان إلا لأنه كان بينهم علاقة وكان يزورها وهي كانت تتصل به وبعدين تزوجها. هل هذا يجوز الشيخ بيان؟ شوف سبحان الله العظيم، الناس تتكلم في الأشياء هذه وهي حرام. نعم. ولا يجوز له أن يتكلم. أي والله. فشوف كيف فتح على نفسه باب الحرام، وفي باب أوجبه الله عز وجل وهو باب التثبت. فما أقرب الناس إلى الإشاعة ونقل الكلام، وهذا أمر محرم، وما أبعدهم إلى ما أمر الله عز وجل وهو التثبت. فهذا في الحقيقة خلل في الإنسان، وما يقع فيه هذا الإنسان أعظم من الشيء اللي تتكلم عليه وتنتقد فيه. أنت ما وقعت فيه ليس بأقل مما وقع فيه إن كان فيه وقع. في 30 ثانية نختم بها الجلسة. ما هي نصيحتكم لشعبنا الإريتري خاصة وجميع المسلمين عامة؟ نصيحة عامة ولا نصيحة يعني خاصة في أمر معين؟ يعني حول قصة الإفك، حادثة الإفك. جميل يا شيخ برهان، وجميل أن نحن ندرس السيرة النبوية. السيرة النبوية دراستها من أولها إلى آخرها دراسة الشخصية، هي قدوة صالحة بتصفي علاقتك مع الآخرين ومع أعدائك ومع المنافقين ومع زوجاتك، وكذلك حتى مع نفسك. إن حقيقة من المؤسف أن تكون السيرة النبوية أحداث كثيرة تجسد شخصية الإنسان والزوج والداعية. مع ذلك كثير من الناس لا يعرف من السيرة النبوية إلا الأشياء اليسيرة جدا، ويقع في أمور لو درس السيرة النبوية كان ممكن أنه يتجنبها، ومنها حادثة الإفك وما فيها من الدروس والعبر. والله يعني يمكن الوقت الآن ما أسعفنا، لأن في البال برضو في أشياء كثيرة جدا، فنسأل الله أن يطرح فيه البركة. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ بيان عبد الواسع، والشكر موصول لكم على متابعتكم لهذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يطهر بيوتنا وبناتنا وأبناءنا ونساء المسلمين عامة، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نترضى على أمنا عائشة الطاهرة العفيفة المبرأة من عند الله تبارك وتعالى، وعلى أمهات المؤمنين. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل